عمك كولر لا يلدغ من جحر علاء عبد العال مرتين، بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه لن يفوز على الجونه بثلاثيه نظيفه. الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد انا عارضه على قناه عدليانو. ما تنساش اللايك عشان تدعم اخوك، وتتفرج بقى على ايه اللحظه التاريخيه النهارده. اللحظه التاريخيه لحظه الراجل ده علي معلول يرتدي شاره قياده النادي الاهلي ولاول مره في تاريخه منذ انضمامه للنادي الاهلي في 2016. كريم نيدفيد اتخرج من هنا وصوت الجماهير بقى، وعيش يا معلم مع اللحظات التاريخيه، وعيش مع الاسطوره الاهلاويه. الاسطوره الاهلاويه ابو تريكه الخطيب علي معلول، ابو تريكه الخطيب وائل جمعه، عد زي ما انت عايز تقول، بس دلوقتي الاسطوره الاهلاويه محبوب وعاشق الجماهير، معشوق الجماهير الاهلاويه علي معلول. علي معلول النهارده في لحظه تاريخيه بيرتدي شاره قياده النادي الاهلي اخيرا اخيرا اخيرا. كولر الدور الاول اتعادل 1-1 مع علاء عبد العال. علاء عبد العال نزل بقى ايه مقفل. الفكر بقى النهارده اللي عجبني ان لو شفت انت امام شاط كرة في الاول فوق بره، واخد تعليمات من اول ما ينزل المباراه صوب صوب صوب، لان هو بيدافع بخمسه وبقيه الفرقه كلها بتدافع. يعني في 5 سرد باكات، الباكات اللي الهاف بيرجع باك. انت في ايه؟ لازم يبقى عندك حلول. الماتشات دي تجربه كبيره جدا لماتشاتك في افريقيا. ماتشاتك في افريقيا اللي بره مثلا تكون مقفله، فرق مقفله قدامك، يجيب جون ينام مش عارف ايه، تعرف انت تستغل الفرصه زي دي، فرصه التسديد ومهاره التسديد من الساطور امام عاشور، وعندك مروان وعندك اكرم، عندك لعيبه كتير بتسدد. ولكن النهارده اللي افتتح التسجيل وسهل المباراه هو الساطور الجديد امام عاشور. طبعا انا كمان فرحان وكلنا فرحانين بعوده الراجل ده، عوده متولي. عوده متولي هتفرق جديد كتير جدا من مع النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان حاجه، انا بس بتكلم بسرعه لان انا فرحان، ومن ناحيه تانية عوده محمود متولي في وقت مناسب جدا، في نهايه سيزون داخل على نهائي افريقيا قدام الترجي وملعب رادس، وهتيجي تلعب في القاهره واصابات كتير وياسر مصاب وما بيلعبش من زمان، واداء رامي ربيعه متذبذب. احنا الاصابات حرمتنا من الراجل ده، حرمتنا من متعه مع محمود متولي. لو الاصابات بعدت عنه خلال 2-3 هتلاقي نسخة تانية من كواليتي لاعب عالي جدا، اعلى كمان من عبد المنعم. هتقول لي انت بتفخم وعبد المنعم مفيش زي، لا، احنا من اول ما انضم لينا متولي. ولو شفته في مباراة الاهلي والزمالك اللي كانت مع فايلر وكسبنا 3-2، شفت الراجل ده عمل ايه، شفت الراجل ده اداؤه راسي لعيب كورة يا جدعان، لعيب كورة. النهارده الاهلي يفوز بالثلاثه على الجونه، وعايز اقول لك ان الاهلي بيقترب رويدا من جدول من اعتلاء صداره جدول الدوري. وده اهم حاجه، ان انت ما تفقدش اي نقطه، ما تفقدش اي نقطه عشان تقدر توصل. لان طبعا اتحاد الكوره اعلن ان الدور الاول هو مقياس الفرق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. يعني ترتيب الدور الاول الثاني دوري ابطال، الثالث الرابع كونفدراليه. فانت ما قدامكش حل غير ان انت اي مباراه تكسبها، مفيش حل تاني. تعادل مفيش، اي تعثر ليك الزمالك هيجي جاي وراك على طول. طب احنا ليه احنا ما نصعبش الامور على نفسنا في اسوأ مبارياتنا؟ انا عايز ال3 بونت، انا مش عايز اداء، عايز 3 بونت لحد ما التوقف يجي ونروح بقى نلعب في افريقيا ان شاء الله ونجيب ال12. وما تنساش اللايك في نهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.